نعم، هذه يعني أمورك بين فكيك، أنت تحل مشاكلك. نعم، الله ترك لك مفتاح فيه تحل كل العقد، إنه الاستغفار. كل العقد، كل الذي يضايقك، كل شيء يلزم الاستغفار. الاستغفار هو مفتاح التمكين، مفتاح الرزق، مفتاح الخيرات. هل هو إحنا بنألف شعر في هذا الاستغفار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة أقسم بالله إن الله يعني يحاصرنا بالخيرات، يحاصرنا بالخيرات من كثر الخيرات. نعم، يحاصرنا بفضل الله من كثر خيره جل جلاله في هذا الاستغفار. علما ما تركنا من العبادات شيئا في الماضي، ولا شيء حصل مع الاستغفار. نعم، إن الصلاة ستثمر مع الاستغفار، والقرآن يثمر مع الاستغفار، والذكر يثمر مع الاستغفار، لكن بدون الاستغفار شجرة يابسة لا ثمر لها. خرجوا الآيات التي تتكلم عن الاستغفار والأحاديث التي تتكلم عن الاستغفار، عندما حببك رسول الله بالاستغفار وقال لك: من أراد أن تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار. من أراد تسر صحيفة يوم القيامة فليكثر من الاستغفار. وهذا الحديث ليس عبثا، طوبى لمن وجد في صحيفة استغفارا كثيرا. أخوة الكرام، الاستغفار الناس تظن إنه ورد ذكر هكذا. الاستغفار مفتاح الخير كله، كل الخير. هناك مفتاح للبناية يفتح كل البناية، وهناك مفاتيح أخرى ما قلنا لك كثير من مفاتيح، لكنه هذا المفتاح هو الذي يفتح كل أبواب الخير والرزق والعلم والتطور والتكنولوجيا والسيادة، وخروجا من هذا الذل وهذا التيه، ويعني قطع دابر الفقر وقطع دابر الديون وقطع دابر بالاستغفار. كلام ترددها، هي يسيرة على من يسرها الله عليه، هي يسيرة لمن كان قلبه سليم ويبحث عن الله. هي يسيرة كلمة تقول أستغفر الله، فقط أستغفر الله، دون استحضار ذنب ولا استحضار قلب، ولكن اترك ذنوبك. يعني أري الله منك إنك مقبل عليه. نعم، صلاتك في وقتها. نعم، أن تترك الذنوب والغيبة والنميمة والإباحيات والقروض الربوية. يا لا حول ولا قوة إلا بالله. يا جماعة والله إن الله يحاصرنا بالخيرات. بدك هيك؟ بدك تسمع إنه يحاصرنا بالخيرات ويسوق الخير لنا سوقا. في الماضي ما كنا نصل ولا لأي شيء، علما مع الصلاة والحج والزكاة وكل شيء كنا نفعله، قيام الليل وصيام اثنين وخميس وجلوس بين الفجر والشروق وسمي ما تشاء من العبادات والصدقات، والله ما وصلنا ولا لأي شيء. لكن عندما تركنا ذنوبنا بإذن الله تعالى ولزمنا الاستغفار، يا الله ما أكرمك وما أرحمك. نعم، لكنهم يفلسفوا الاستغفار. الذين يصعدون على المنابر يفلسفوا الاستغفار، يصعبوا الاستغفار، يضيقوا على المسلمين بالاستغفار، وظنوا منهم أنهم ينصحوا المسلمين. يا شيخنا يا كريم، يا شيخنا الكريم، بالله عليك لا تقول شيئا أنت لم تعشه. سمعته من فلان وفلان وفلان، تسمع القصة قالوا استغفر الله فالله فتح عليه، وانت بتجيب من جيبك كلام. لكن استحضر الذنب، لكن استحضر القلب، لكن انطقها صحيح. والله لو كسرها وهو قاصد المغفرة، أن يطلب المغفرة من الله بلزومه الاستغفار، سترى عجبا من فضل الله. لا تصعبوا، لا تصعبوا، هونوا. الاستغفار هين يسير، يسير جدا والله. وكل الأرزاق وكل الخيرات وكل الحياة الطيبة الكريمة فالاستغفار. هذه وعود يا جماعة. الله وعد وعود للمستغفرين. فالكلام مش من جيبي اني انا كاين صايد صيدي وجبت لكم اياها. اذن الله لي اني انا اتجاوز اقوال المشايخ. افهم مليح، اذن الله لي ان اتجاوز اقوال المشايخ. نعم، بماذا؟ باني اكثر اكثر من 30,000 استغفار في اليوم. لانه منه بيقول لك بتحدد عدد، هنا حطوا الحاجز امامك. انا ما حددت ولا عدد ولا رقم، انا سمعت قصة فطبقت فوجدت الخير كله. وانا اليوم يعني ما بين 12,000 13,000 16,000 20,000 هكذا، لكن بدأت القصة ب30,000 استغفار بصيغة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وهكذا قلنا بدون صوت
لسان وشفتين، ألا يزال لسانك رطبا بذكر الله. نعم، والفضل كله لله. أنا لا أهاجم، لكني أنصح لوجه الله. قد تكون صاحب شهادة لكن مش صاحب خبرة يا شيخ. هذا كلام موجه للشيوخ الذين يعني بيعطوا بهارات من عندهم، إضافات من عندهم دمرت الأمة وهم لا يدرون. الاستغفار يا أخي مفتاح العلم، مفتاح التطور. الاستغفار هو الرعب، هو الرعب الذي يزرعه الله في قلوب الأعداء. الاستغفار، انت بتستغفر والله يزرع الرعب، يدس السم في قلوب أعداء الأمة. انت بتعرفش، احنا بنعرف، احنا عشنا طبقنا وجدنا، والخير لا يزال بازدياد، يزداد ويزداد. أغرقنا الله بخيره وفضله. يا جماعة، هذا هي نصيحتي لوجه الله لكم إخوتي الكرام. من أراد الله به خير، نعم، فقهه في الدين. من أراد الله به خير علمه الاستغفار ولزم الاستغفار. ما قلنا لك اترك الدين والعلوم، قلت لك زيد الاستغفار لحياتك وركز عليه. من لزم الاستغفار ركز عليه، وهناك سيكون متسع لكل شيء تعمله، لكن لازم تعرف شو معنى الاستغفار. التخصص لازم، اللي بتخصص جراحة بتخصص بجراحة، فعليه أن يركز. لما بيعرف شو معنى الاستغفار سيحببه الله في الاستغفار، ويسوق على لسانه الاستغفار بالليل والنهار. الله يبارك فيكم. الزموا الاستغفار بالليل والنهار. والتضليل، التضليل بدون علم هذه الطامة الكبرى لهذا العصر. التضليل ثبت ولم يثبت، هذه هي يعني الطامة الكبرى لهذه العصر. والله لو أردنا أن نؤلف كتب لألفنا 1700 حلقة على الاستغفار وسورة البقرة، لن تكفي لمشايخنا ليتبنوا الاستغفار. لكن التغيير إن شاء الله قادم بإذن الله تعالى، لا محالة. نرى المتابعين كيف يتغير حالهم، نرى من طلاب العلم الشرعي يدخلوا ويعلقوا، نرى كثير من أهل العلم الذين يتبنون هذا الأمر، لكنهم صوتهم خافت، وهذا لا يليق، لا يجوز. الذين صوتهم خافت لا يليق. من كتم علم ألجمه الله بلجام النار يوم القيامة. فليقولوا عليكم ما يقولوا. نعم، ستنقلب الأمور كلها رأسا على عقب. خلينا نقبل على الله لازمين للاستغفار بعد كل هذا الذنوب التي اقترفناها. خلينا لازمين للاستغفار طالبين للمغفرة. والله جل جلاله له وعود للمستغفر. لو كنت أنت أتقى رجل على وجه الأرض، عليك بالاستغفار، لأنه في وعود في الاستغفار. ما وعدك الله لو كنت تقي أن تكون في حياة طيبة إلا إذا كنت مستغفرا. عشان قلنا الذين ينظرون والذين يعني يدسون كلام، هذه وعود الله جل جلاله. من لزمها في الماضي ومن يلزمها الآن سيحقق الله وعوده، وهذا قد حققه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان لازم للاستغفار. نعم، من تبكيم، من قوة، من غنى، من علم، كل شيء. نعم، وبالاستغفار. الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير. الزموا الاستغفار 20-30 ألف، كلما زدتم كلما زاد الله عليكم عطاء. الزموا الاستغفار، دعكم من المنظرين. وكل واحد ينصحكم بأن تستحضر ذنب، استحضر قلب، اسأله، قل له ضع يدك على المصحف. والله ما تستحي منه لأنه يضيعك. قل له ضع يدك على المصحف وحدثني ماذا وجدت من الاستغفار. فإن قال لك قالوا قل له خلي لك إياها. هاي التنظير ما له مكان هنا في هذا الزمان. الآن حدثني مما وجدت. أخذت الشهادات، تعلمت، وصلت إلى مكانة، علمني ماذا صنعت. بيروح بيتعلموا في الجامعات عشان يصنعوا سيارة، فمش بالآخر مش بيطلعوا مش صانعين السيارة، بيطلعوا صانعين سيارة وكمان سيارة وكمان موديل وكمان موديل. لكن عندنا هنا ينظروا ثم تنظير ثم تنظير، والأمة في ذيل الأمم. فاسأله شيخنا حبيبنا نحبك في الله، عندك علم لكنك مش صاحب تجربة، مش صاحب حقيقة. الحقيقة هي أن الله يرزقك، أن الله يمطرك ويحرك لك السحاب ويحقق لك وعوده التي وعد في كتابه
إن كان من الاستغفار أو إن كان من أي شيء وعده في كتابه، إذا حقق لك فأنت صاحب علم وخبرة، ولك سر بينك وبين الله. أما إن كان إنك أنت بدك بظنك تضللنا، هذا مردود عليك. الله يبارك فيكم. دائما نسأل أي شيخ تسأله عن عمل تعمله، يعني يا شيخ أنا تعبان حالتي هيك، قال لك صلي على رسول الله. بدك تسأله عن خارطة الطريق، كم أصلي، متى أصلي، بأي ساعة أصلي، كم عدد، وهكذا اسأله. وإذا لم يجبك اعلم أنه مش أهل من أن يدلك على الاستغفار عن خارطة الطريقة، عن خارطة الطريق، لأنه لازم يكون قد هو لزم الصلاة، أو لزم الصلاة على رسول الله، أو لزم سورة البقرة، أو سمي ما تشاء. لازم يكون هو صاحب خريطة الطريق التي يقول لك فيها نعم أنا قرأت مثلا يوميا سورة البقرة، وواجهت أول شيء مثلا كان في شوية مشاكل وهكذا، وبعدين الله فتح وخارطة الطريق، ويدلك على الطريق كيف وكم قرأها ومتى قرأها، وهل قرأها في البيت خارج، كل شيء مفصل. لكن إذا يتكلم عن شيء لم يعيشه ستنسى سورة البقرة ولن تعود إليها بسبب نصائحه التي مبنية على الظن. نعم، هذه أحاديث موجودة لرسول الله، لكن كيف نطبق؟ بدك واحد طبق، مش واحد نظر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.